ازيكم يا بتا بيتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. النهارده بقى معانا اكله اقتصاديه كده حلوه، اكله يعني جميله، الناس كلها بتحبها. مش كل الناس يعني، في ناس ما بتحبهاش، يعني انا كان عندي عيالي في بيحبوها وفي ما بيحبوهاش، بس هي اكله جميله جدا. انا كنت بعملها بالبصل، بس نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها من غلاء البصل قررت اعملها من غير بصل، وطلعت قسما بالله تحفه، تحفه حرفيا. فجربوها كده من غير بصل. تمام. حط لها سمنه وزيت، انا نسيت احط السمنه، انا كنت دايما بعملها بزيت، بس لقيت الناس بيعملوها بسمنه، ولازم احط الزيت عشان الزيت بيفلفل ايه، بيفلفل الرز. فعملتها بسمنه وزيت زي ما بعمل الرز العادي يعني، وشوحناها. حط لها ملح وكمون، عشان الرز الكشري الاصفر دوت او الكشري الاسكندراني بيحب الكمون. نحط لهم مكعبين مرق الدجاج كده، ونقلب قلب قلب قلب. نحط ميه مغليه بعد ما الرز يتغلف بقى بالسمنه والزيت كويس. لازم تشوحيه تشويحه حلوه كده. انا بقى نعمل الصلصه. الصلصه بتتعمل ايه؟ بخل وثوم زي صلصه الكشري بالظبط. نحط حبه زيت، نحط معلقه ثوم، ونشوح قلب قلب قلب، تاخد تشويحه كده، ونطشها بايه؟ بالخل. تمام كده. وحاطين بقى الطماطم عليها، عايزه تصفي الطماطم صفيها، بس انا بصراحه من ساعه ما الطماطم غليت وانا ما بصفيهاش. نستفاد باي حاجه. نحط عليها ملح وكمون برضو زي صلصه الكشري. شايفين بقى؟ شايفين الجمال؟ شايفين فشار يا جماعه؟ فشار مفشر كده. انا خلص بقى نعمل معاه ايه؟ بيض مدحرج، بس انا ما دحرجتوش، انا سلقته وحطيته كده بس يا جماعه. معلش بقى على الاصوات اللي عماله بتنده دي يا جماعه. نحط معاهم حبه ملح وحبه خل عشان البيض يتقشر معاكي ايه بسهوله. انا بقى نعمل معاهم شويه سلطه، خيار وطماطم، ومعلش برضو حطينا بصلايه عشان كان عندنا ناس، انا ما بحبش احط ايه، احط بصل فيها عشان خاطر ايه، من ساعه ما البصل غلي والله انا ما بعرفش اكل سلطه اصلا من غير بصل، بس عشان كان عندي ناس فما ينفعش ان انا ايه ما ظبط لهمش الاكل يعني. لازم تكرم ايه، لازم اكرام الضيف ده، وهم مش ضيوف يعني، هم اصحاب بيت، بس برضو لازم ايه نظبط الدنيا معاهم. انا بقطعنا السلطه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو دعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله من ايه، من يوميات هند عبد العظيم. بصوا كلتها تفاصة تفاصة. قولولي بقى مين بيحب الايه، الرز ابو عدس ده او الكشري الاسكندراني؟ مين بيحبه؟ اللي بيحبه يكتب لي في التعليقات، واللي بيعمله ببصل على طول يقول انا بعمله ببصل، واللي بيعمله من غير بصل يقول انا بعمله من غير بصل. قطعنا البصل، انا بحب اقطع البصلايه كده على فكره، زي بتوع ايه، زي بتوع بره. حطينا كمون، فلفل اسمر، ميه ساقعه اهم حاجه، ملح. الميه الساقعه والتلج ما يخليش السلطه حتى لو قعدتيها في التلاجة شويه تدبل. انا عملتها وركنتها في التلاجة شويه عشان بتاخد من تطعيمه التوابل كده، والميه بتاعتها بتحمر فبتبقى جميله قوي زي سلطه الحاتي بالظبط. انا بحب اعملها كده واحطها في التلاجة، بس انا ما حطيتلهاش الصراحه تلج، كانش عندي مكعبات تلج. انا عملتها كده وحطيت لها ميه ساقعه وحطيتها في التلاجة شويه. جبنا بقى كام بطاطسايه كده، 3 بطاطسات، نعمل طاسه بطاطس بس كده معانا
قشرناهم وغسلناهم غسلة حلوة، قطعناهم صوابع بقى كده، صباوع 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 ولا صوابع زي البيبيهات. انا لو كان في وقت كنت قطعتهم بالقطاعة التانية دي اللي هي بتاعت الجزر دي، تخلي البطاطس شكلها حلو قوي. هنا بقى الصلصة اتسبكت والبيض اتسلق، هنحمر بقى ايه البطاطس. على فكرة البطاطس كده مع الزيت البارد ما بتشربش زيت، عشان ما تقوليش ايه انت حاطه البتاع والزيت بارد هتشرب زيت، والله العظيم ما بتشرب زيت ولا اي حاجه. انا بشيلها بحمرها نص تحميره. هنا طبعا كنت نسيتها، بس هرجعها تاني عشان ايه تسخن مع بقيه البطاطس وايه وتاخد تحميره حلوه كده معاها. بصوا هنا بقى بحط التاني. لازم البطاطس لما تعمليها تاخد وش تاني، بس تحمر كده، ودي النهايه بقى السعيده. ايه رايكم في المنظر؟ وده المخلل اللي انا عاملاه معاكم، ايه رايكم فيه؟ متنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله من يوميات هند عبد العظيم. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الشكل النهائي للاكل. احلى كشري ده ولا ايه؟ باي باي.